السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية والسلام على كل متابعي قناة ابن البلد المحمودية. لما يكون عندك دكتور بيتعامل مع مهنة الطب بإنسانية فده دكتور إنسان، ولما يكون عندك دكتور من أبناء بلدك فهو دكتور ابن بلد. انتوا عارفين انا هتكلم على مين، وانا طبعا بيشرف القناه وبيشرفني انا شخصيا ان انا تعاملت مع هذا الرجل. الدكتور محمد عيد من الدكاتره المثقفين، خريج ازهر وحافظ القران، وشفناه وهو يتعامل مع حفظ القرآن وتكريمهم طول شهر رمضان، حتى تواجده مع الشباب في كل مجالاتهم، رياضة أو فن ومسرح وثقافة. لكن أنا مش حابب أتكلم على الأنشطة دي أكتر ما أنا حابب إن أوجه له الشكر على المجهود اللي بذله في الفترة الأخيرة دي، ومن حقه علينا إن احنا نقول له شكرا يا دكتور. أنا هتكلم على القوافل الطبية العديدة اللي عملها في الفترة اللي فاتت واللي مستمر في العمل فيها. القوافل الطبية اللي كانت في أريمون، وكانت في سيد عقبة، وفي كوم النصر، وفيشة، وسرنباي، وفزارة، وبعض يعني القرى اللي بيتعامل معاها، والحالات اللي بيعالجها، يعني اللي بتعدي اكتر من 400 حالة رمد في كل قافلة، واللي بتعدي اكتر من 600 حالة جراحة وبطنة. المهم ايا كان العدد، لكن من حقه علينا ان احنا نقول له انت بتتعامل مع أهم حاجة بتهم الإنسان وهي صحته، وبتبذل فيها مجهود ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عليها كل خير. ومن حقك علينا، مع إنك عمرك ما طلبت ده، وأنا بعمل ده من تلقاء نفسي، لأن أنا زي ما بحب أبين حاجة جميلة في المحمودية من رموز او من تفوق او من اي حاجة، وده هو يعني محتوى القناة، وهو ده الخط بتاعها. قناة ابن البلد مش بتاعت اثارة مشاكل او اثارة خلافات، لا، واخده خط معين بان احنا بنبرز كل حاجة ايجابية، ماليش في السلبيات، مع اعترافي بوجود السلبيات. لكن انا بحب في قناتي ان يكون كلها عبارة عن حاجات ايجابية، وانك تبرز الجمال في المحمودية، وانك تبرز رموز المحمودية، وانك تبرز متفوقين البلد من شباب او حد بيحاول ان هو يعمل حاجة كويسة في المحمودية، وده اهم محتوى القناة. فلما نشوفه دكتور بيلف على القرى واهالينا في الارياف وفي المحمودية ويعمل القوافل الطبية دي ويشتغلها لوجه الله تعالى، فاحنا لازم نسلط الضوء عليه ونقول له شكرا يا دكتور محمد، احنا متعودين منك، كنا متعودين منك كده. مفيش حد بيجي لك مركز الجراحة بتاع حضرتك وانت بترفضه، مفيش حد بيجي ويتفق معاك على حاجة تقول له بس ربنا يكتب لك العلاج ويكتب لك الشفاء وبعد كده خليها على الله. عشان كده قالوا عليه دكتور الغلاب، عشان قالوا عليه كده الدكتور الإنسان الخلوق. بيقابلك بابتسامة، وربنا يعني رزقه
ببشاشة في الوجه جميلة. دايما وانت بتتكلم مع الدكتور محمد، حتى لو هو في قمة تعبه ولا كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده ظروف وعنده حاجات ممكن بتنعكس على تعبير وشه، لا الدكتور محمد لا، بيبقى ميت من التعب وتلاقيه فارد الابتسامة، بيبقى يعني هلكان وعنده حاجات شغلة دماغه، لكن تلاقيه بيكلمك والبشاشة والابتسامة فقط، ما بيردش حد. فيا دكتور محمد انت بجد شرف وفخر للمحمودية، واكيد كل ابناء البلد من مدينة ومن ريف بيكون لك كل الحب والاحترام، لانك انت دكتور تستاهل فعلا انك انت نقول لك شكرا، مع انك انت مش منتظر، انت منتظر الشكر من ربنا ومنتظر الرضا من ربنا، وبنشوفوك وانت بتتاجر مع ربنا، وطبعا ما افضلها تجاره. دكتور محمد عيد، احنا بجد محتاجين امثالك كتير في الطب، ومحتاجين امثالك كتير في كل المجالات، ومحتاجين الناس محتاجة فعلا يعني اللي يقف معاها ويخدمها، واهم حاجة عنده وسعادته ان هو يشوف الناس وهي مبسوطة. دكتور محمد عيد من قناة ابن البلد، ومن انا شخصيا اللي عرفته وقعدت معاه وعرفت قد ايه هو فعلا انسان خلوق مثقف بيتكلم ويفهم في كل المجالات. ومش هنسالك لما كنا في احد المعارض وانت يعني لمست على لوحة من لوحات بناتنا الصغيرين الموهوبين، وقدرت تقرا اللوحة كويس قوي. ومش هنسالك وقوفك وانت بتكرم ولادنا من حفظ القرآن الكريم، وقد ايه لمست على الظاهرة الجميلة دي، وعلى اولياء امورهم اللي بتساعدهم ان هم يحافظوا، وعلى الولاد اللي بسم الله ما شاء الله ختمين القرآن. وما ننساش طبعا كل داعمي حافظ القرآن، ودولت كتير قوي موجودين في المحمودية، لكن انا بتكلم دلوقتي على الدكتور محمد عيد. متشكرين جدا ومنتظرين زيادة، لان احنا يعني من ابناء المحمودية وابنائك طمعانين اكتر واكتر واكتر في تعبك ومجهوداتك. دكتور محمد عيد لك مني انا شخصيا كل احترام وكل حب، ومن قناة ابن البلد كل احترام وتقدير وحب، واكيد من الناس كل حب وكل احترام. دكتور محمد عيد.